عند شجرة الليمون حصل العمر ما كنت أتوقعه. صاحب الشجرة راح تاخد الليمونة، قال لي النهاردة مش هسيبك تمشي خالص إلا بعد ما أخد حقي بدل الليمونة اللي انت أخدتيها. قلت له حقك ايه؟ وفعلا أخد حقه كامل، وعملنا أحلى علاقة في الدنيا كلها. بصراحة الراجل كان عليه ألم، كان يعني حجمه مهول، كان كبير جدا. أنا اسمي وفاء، عندي 40 سنة، عليا جسم جبار، كيرفي جامد حلو، حاجات ورا بترقص وحاجات قدام مشدودة وحاجات جميلة جدا. صراحة يا جماعة أنا كنت بعشق الحياة، بحب الخروج، الفسح، الهزار، الدلع، بحب كل حاجة حلوة، وأستاذة في الرقص. المهم كان جنبنا جنينة ليمون، جنينة كبيرة. بصراحة كنت دايما لما بعمل مثلا طبيخ أي حاجة كانت بتحتاج الليمون كنت بروح أخد لي منها 2 أو 3 وأجي، خصوصا إنها قريبة من بيتنا. الحتة اللي أنا عايشة فيها حتة ريفية شوية، تمام. فعشان كده كنت دايما، لأن هي كانت جنبي فعشان كده كنت دايما بروح لها. قصة النهاردة حلوة جدا وجميلة جدا. كل اللي أنا عايزاه وبتمناه إنكم تسمعوا القصة بتاعت النهاردة للآخر علشان تستفيدوا منها، إنها قصة روعة جدا وحلوة جدا وهتعجبكم أوي يا جماعة. بس أهم حاجة تكملوها لحد الآخر علشان تعرفوا كل حاجة عن تفاصيل القصة بتاعت النهاردة. زي ما قلت لكم أنا اسمي وفاء، كنت عايشة أنا وبابا وأخواتي وماما. طبعا أنا مش متجوزة، أنا تقدروا تقولوا أنا ست يعني مطلقة. بس ماما وبابا سنهم كبير شوية، ربنا يطول في عمرهم. المهم كنت عايشة بحسهم في الدنيا وحسهم بالدنيا كلها. ففي يوم من الأيام كان عندنا في يوم ده فسيخ ملوح يعني البيت كله كان هياكلها، وجهزتها وظبطتها، وقبل ما نادي على أهلي عشان ناكلها ونتجمع سوا قلت أروح أجيب لي ليمونتين، أروح أحطهم على الملوحة وشوية طحينة وهظبط المسائل يعني. ما كنتش أعرف إن هيحصل لي موقف صعب جدا مع بتاع الليمون، مع بتاع شجر الليمون. بصراحة الموقف اللي حصل لي كان موقف غريب جدا. دلوقتي أنا هحكي لكم عليه وهقول لكم كل حاجة، بس بتمنى تعملوا إعجاب واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. تمام يا حبيب، تمام يا حبيب قلبي. وركزوا معايا بقى عشان دلوقتي هنبدأ في أحداث القصة. المهم طبعا يا حبايب قلبي في اليوم ده بعد ما أنا رحت أجيب الليمون كنت لابسة عباية لونها أحمر. صراحة العباية دي كانت تحفة عليا، كانت متقسمة عليا تقسيمة ما حصلتش. المهم رحت لقيت شجر كتير، رحت أول شجرة اللي هي قريبة. وبصراحة يا جماعة أنا كنت عايزة يعني شجرة واطية شوية، مش عايزة عالية، عشان أعرف يعني أمسك الليمون بإيديا ويبقى واطي، لأني أنا ماليش في الحاجات العالية. طبعا رحت الشجرة، قطفت الليمون، ليمونة ورا ليمونة، المهم أخدت لي 5 ليمونات. كل دوت علشان زي ما قلت لكم عشان كان عندي فسيخ يعني ملوحة، ولوحة مالحة. الطماطم بتاعتها كانت قاعدة، كانت موجودة، الطحينة بتاعتها موجودة، كل حاجة موجودة إلا الليمون هو الوحيد اللي ما كانش موجود. علشان كده أنا كنت رحت أجيبه يعني. المهم فعلا لما رحت أجيبه أخدت 5 ليمونات، شفت صوت جاي من جوه الجنينة بيقول لي استني ما تتحركيش من عندك. أنا وقتها قلبي وقف، لقيته صاحب المزرعة بتاعة الليمون. قال لي ايه اللي جابك هنا، وازاي تبدأ من غير إذن، وازاي تعملي كده أصلا. قلت له معلش أنا آسفة، عندي ملوحة النهاردة وكنت عايزك، كنت نفسي بجد أفنى ملوحة، بس كانت ناقصة أهم حاجة الليمون. أنا مش المفروض تستأذني،
واللي هي وكالة من البواب. قلت له فعلا أنا المفروض أستأذن، بص معلش. قال لي مفيش حاجة اسمها معلش، يعني أنا مش هسيبك تروحي. تمام. المهم قال لي لو عملت أي حاجة أو طلعت صوت طبعا يعني هفضح الدنيا كلها وأقول إنك انت جيتي تسرقي ليمون، وشوفي بقى لما الناس تشوفك وانت في ايديك الليمون وسرقاه فضحتك هتبقى بجلاك. بصراحة في اليوم ده اتمنيت الأرض تنشق وتبلعني. إحساس صعب جدا، إحساس صعب جدا، وأكيد انتوا حاسين بيا طبعا وعارفين ايه معنى الإحساس ده. علشان كده سمعت الكلام في كل اللي هو طلبه مني، وعملنا أحلى حاجة في الدنيا كلها كاملة. طبعا كان بخليني أجيله دايما، وفي نفس الوقت باخد ليمون، أجيله وآخد ليمون. الموضوع اتمدى فيه كتير جدا بصراحة، لدرجة إن أنا في يوم من الأيام احتقرت نفسي. قلت معقولة علشان شوية ليمون أديله كل حاجة فيه؟ معقولة؟ يمين شمال فضلت أفكر وأفكر، طب ازاي أخلص منه؟ طب موريش طريقة؟ طب ممكن أقول لأهلي؟ معرفش ايه. كنت فعلا بسمع كل كلامه وبنفذ كل أوامره. فعلا قدر يمسكني من إيد اللي بتوجعني. وحب في يوم من الأيام يعني قلت لا، أنا خلاص مبقتش قادرة أكون تحت سيطرة شخص زي ده. لازم يعني أنا هواجهه واللي يحصل يحصل، وحتى لو قال الناس كلها عادي ما يهمنيش. أنا بطلت الموضوع ده، مش عايزة ليمون تاني. وفي نفس الوقت قلت عرض عليه يتجوزني. تمام، ما اتجوزنيش خلاص أنا مش هجيله تاني ومش هطلب ليمون ولا أي حاجة. رحت قلت له، قال لي ازاي لو عملت كده اقول للناس كلها انا جنت؟ قلت له اعمل ما بدألك. قال طب انت عايزه ايه؟ قلت له عايزه اتجوزك. قال لي ازاي تتجوزيني وانت اتجننتي؟ يمين شمال شمال يمين. بعد كده قال لي طب بصي تعالي لي بكره وانا هقول لك هنعمل ايه بالظبط. قلت له حاضر. فعلا عدى تاني يوم ورحت له في اليوم اللي قال لي تعالي فيه. قال لي بصي انا هتجوزك، بص عايز منك حاجة مهمة جدا، لو عملتيها هتجوزك، لو ما عملتهاش مش هتجوزك وهفضحك. قلت له ايه الحاجة دي؟ قال لي هقول لك على حاجة جديدة مش اي حد عملها قبل كده، وانت هتعملها وجربها معايا، لو نجحت فيها هتجوزك على طول. يتبع. استنوا مني الجزء الثاني.